بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لسه منزل فيديو من شوية، بس طبعا الفيديو كان قبل الأحداث بتاعت المؤتمر الصحفي لمرتضى منصور. يا جماعة ايه اللي احنا بنسمعه ده؟ أولا المؤتمر ملوش علاقة بالكورة، ولا ليه علاقة بنادي الزمالك، ولا ليه علاقة بأي شيء. هو مجرد مؤتمر معمول اتقال كلمتين بس عشان خاطر مش عارف الفيفا ضد الاهلي وضد وزارة الشباب واتحاد الكورة وكهربا. طيب قبل ما نتكلم في القصة دي، بس اولا في فيديو كده لسه شايفه، يمكن ده اللي خلاني نعمل فيديو والكلام الحوار اللي حصل في المؤتمر. يعني بجد يا جماعة اللي احنا سمعناه ده مش ممكن، يعني عمرنا ما سمعناه في حياتنا خالص على مدار تاريخ الكرة المصرية وتاريخ النادي الاهلي وتاريخ النادي الزمالك. عمرنا ما شفنا كم القواضي وكم المشاكل اللي موجوده في الكره المصريه. على فكره الحاجات دي بتسيء لينا بره. قبل ما اتطرق للمؤتمر، شفت فيديو كده ليه وهو ماسك الحديده عمال ينادي على الاعضاء، ويا استاذه اللي ماشيه ويا استاذ يا اللي ماشي. طب في مؤتمر والنادي هيقفل؟ ايه يا جماعه ده؟ ايه ده؟ النادي تقريبا داخل في 100 وشوية سنة، يعني ما قفلش ولا عمره قفل. نادي الزمالك من الأندية الكبيرة ومن الأندية الجماهيرية. يقفل ايه؟ هو بيت؟ يعني هو يعني مطعم عشان يقفل؟ وهيقفل بعد أسبوعين والنادي هيخرب؟ كلام يعني عيب يتقال على تاريخ نادي الزمالك. يعني بجد كلام. يعني انا مش عارف بصراحة، هل في ناس بتصدق الحوارات دي؟ هل في ناس بتصدق ان النادي هيقفل والكراسي هتتكسر والبلاط هيتبلط، ولا مش عارف حاجات غريبة كده والله الواحد بيشوفها في الكورة. يعني هل الزملكاوية حتى القدامى، الناس سيبكم من الجيل الجديد ده، لان الجيل الجديد ده مع احترامي ليه يعني لسه يعني الشباب وعندهم العصبية، وعندهم كلنا مرينا بنفس الظروف ده. بس هل توصل لمرحلة ان يتقال في الميكروفون او اول ما يمسك الحديدة دي؟ بتبقى موضوع غريب شوية. والنادي هيقفل وبعد اسبوعين. يعني طب انا هسأل سؤال، يعني هم الاعضاء دول، الناس النهارده اجازة، النهارده خميس ويكند وبكره الجمعة، فالعائلات اللي واخد ابنه واللي واخد ولاده واللي واخد مراته واللي واخد مامته او اللي واخد باباه سن كبير، رايحين يتفسحوا. يعني رايحين يقعدوا في النادي، هيتعشوا، هيشربوا حاجة، هيقعدوا يشموا هوا، يغيروا جو. انت بتجبرهم ان هم يبقوا في المؤتمر؟ الناس دي مش مجبرة. يعني انت كمان بتذلهم كمان في القعدة، اللي هو انتوا جايين النادي تعالوا بقى، ما دام انتوا جيتوا النادي بقى لا لازم تحضروا المؤتمر. انتوا قاعدين على حمامات السباحة، ما يقعدوا يا عم. انت ما تخلي الناس تقعد على حمام السباحة، ولا حتى يتمشوا ولا يعملوا حاجة. انت مالك انت كمان حتى هتذل الاعضاء. بجد انا مستغرب برضو ان في ناس ماشية في الاطار ده. يعني يا جماعة، هو النادي ده، نادي الزمالك ده، هل هو ملك مرتضى منصور وملك امير وملك احمد؟ يعني هل النادي بقى خلاص بقى اساميهم؟ النادي ده ملك الجماهير والاعضاء والمحبين بتوعه. يا جماعه بجد الموضوع بقى وحش قوي، اساءه لنادي الزمالك والاسم نادي الزمالك. مش ممكن كمل. يعني انا عارف ان الناس حتى ان انا لما بتكلم كلمه بتلاقي بيخش يغلطوا فيا. انا مسامح على العموم، يعني انا دايما الحمد لله الواحد عنده تسامح ومقدر. دايما بحط نفسي في موقف اللي قدامي، ان ممكن يكون بيشجع ناديه، بيحب ناديه، بيدافع عن المكان. يا جماعه دافعوا عن النادي، مش دافعوا عن اشخاص. الاشخاص دول اللي قاعدين شويه وماشيين. مش ممكن. الموضوع بقى غريب جدا. تحس ان النادي بقى ملك شخص واحد وولاده. يعني حاجه غريبه، حاجه غريبه بجد بجد. يعني يا جماعه ده اساءه لنادي الزمالك ولصوره نادي الزمالك وشعبيه نادي الزمالك والجماهير نادي الزمالك. الموضوع فعلا بقى. يعني انا بشوف المؤتمر كم الشتايم وكم الاهانات. لا انا ما شفتش كده. سيبكم من الناس، مع احترامي الناس اللي موجوده، اللي شايل يافطه
ومش عارف سير لوحدك ولا حاجات كده غريبه الواحد بيشوفها بصراحه. وفيديو تاني واحد عمال يتكلم، وواحده تانيه مع احترامي ليها هي زي اختي ماسكه الطبله عماله تطب. ايه ده يا جماعه ده؟ ايه ده؟ ده؟ هل ده واجهه الناس خلينا نتكلم دلوقتي ان السوشيال ميديا كل الوطن العربي وكل الناس حتى المصريين اللي عايشين بره، كل الحاجات دي بتسيء لنادي الزمالك وبتقل من نادي الزمالك ومن شعبيه نادي الزمالك ومن اسم النادي. مش ممكن كم الناس دي هو بيلعب على حته الناس الغلابه، الناس اللي على قد حالهم، العمال اللي موجودين، ودايما بيلعب على حته ان مش هقبضكم. يا اخي يا اخي ارحم الناس شويه، ارحم الناس شويه، ارحم نفسك من الحديده. انا بشوفك يعني والله العظيم ربنا ما يجعلنا نوصل للسن ده ونبقى بالشكل ده، لان الموضوع ده وصل لمرحله فعلا كبر سن. انت كبرت فعلا، سنك كبر. عامل السن خلى طريقه تعبيرك وطريقه اسلوبك، يعني المفروض الواحد لما بيكبر، وانا قلتها قبل كده، المفروض الواحد لما بيكبر بيهدى. طب انت ما شاء الله دلوقتي عندك 75 سنه ولا 76 سنه، يعني ده انت المفروض يعني قمه النضج وقمه الاحترام وقمه الاسلوب، ازاي تتعامل، ازاي توصل صوتك بدون جعجعه وبدون زعيق وبدون اخطاء في حد واعراض في حد. يعني مع احترامي انت يعني اتكلمت على حاجه بخصوص كهرباء، بخصوص اخويا. يا اخي يا اخي يا اخي اتقي الله، اتقي الله والله. ما انت فيك كل العبر واولادك فيهم كل العبر. بلاش يعني تعاير حد بمشكله او في عرضه او في حق. يا اخي ابعد ده. انت عندك اولاد وعندك احفاد وعندك اسره. انت مش ممكن ده والله اللي زيك يعني المفروض ما بيقومش من على سجاده الصلاه. ربنا يهديك ويهدينا. اسلوبك يبقى حتى محترم، ما ينفعش تتكلم عن الناس. انت قلت لفظ يعني انا ما اعرفش انت قلته ازاي، يعني بجد موضوع صعب قوي، صعب قوي. لفظ غير طبيعي. حتى مهما كنت عصبي، ومهما كانت حد غلط فيك او اخطأ فيك، يعني عمرك ما تقول اللفظ ده. يعني كان في سيدات قاعدين في المؤتمر، كان في عائلات قاعدين في المؤتمر، اللي هو الناس اللي انت مخليتهم يبقوا موجودين. ايه اللفظ ده؟ شايف ان في كاميرات بتصور فيديوهات ومواقع وتلفزيون ومتابعه كبيره. يعني انا لاحظت ان المؤتمر لا متابعه من جمهور نادي الزمالك ومن محبي نادي الزمالك، وحتى متابعه من جماهير النادي الاهلي، ومتابعه من كل الجماهير الكره المصريه. ايه اللفظ ده؟ يعني انا يعني لفظ على المستشار محمد عثمان بصراحه. يعني انا شايف ان انا يعني قريت كده ان هو هيرفع قضيه. لا مش ممكن لفظ زي ده يطلع. يعني الواحد مهما كان حتى يعني ايه، ما ينفعش لفظ يتقال بالشكل ده. فعلا بجد يعني صعب، حاجه صعبه. كلامك على سياده الوزير اشرف صبحي على فكره، يعني كلامك عنه على فكره، سياده الوزير اشرف صبحي ممكن نختلف معاه كتير جدا، بس هو قيمه كبيره جدا، يعني قيمه وقامه من رموز الدوله او من مؤسسات الدوله. ما ينفعش تطلع تتكلم عليه كده. ما ينفعش انت مش بتكلم واحد صاحبك. ما ينفع انت مش بتكلم واحد صاحبك. ده برضو مهما كان وزير الشباب والرياضه ايا كان بقى قاعد هيمشي، اي منصب ليه احترامه وليه تقديره. لان كلامك ده كل الدول العربيه وكل الناس اللي بره سواء مصريين او غير مصريين، انا لو انا مش مصري وبشوف يعني حد بيتكلم على وزير من الوزراء في مصر، انت بتهين دولة، بتهين مؤسسات دولة. كلام فعلا صعب، يعني صعب بصراحة. انا معرفش كلامك لوزير الشباب الدكتور اشرف صبحي، هل يا دكتور بعد الكلام اللي اتقال ده يعني فعلا هينفع ان انت تظهر بشكل معين؟ ما هو بيحطك في حته، وده حقك وحق على حسب بقى
القرارات اللي هتطلع او ايا كان، تهديد علني، تهديد ان انت مش هتعرف تحلني، مش هتعرف تمشيني. ايه ده؟ انت بتتكلم ازاي مع وزير كده؟ برضو كلام على النائب العام، كلام على وزير العدل، مع احترامي وتقديري ليه بتزعق له؟ لا. وبتهدد وزير الشباب مش عارف بالسويس. ايه ده؟ ايه اللي احنا شايفينه ده واللي احنا سامعينه ده؟ وان انت بتهدد مش عارف، بتتكلم على اتحاد الكوره وهتقاضي وزير الشباب بصفتك ايه؟ انت راجل اتعزلت ومنصبك خلاص ما بقاش موجود. انت بصفتك ايه هتقدم شكوى؟ وبصفتك ايه هترفع قواضي؟ ايه كم اللي في المؤتمر ده؟ حاجات يعني بصراحة كفاية، والله كفاية كفاية بجد اللي بيحصل للكرة المصرية. الكرة المصرية بقت قواضي، كل يوم مؤتمرات صحفية، كل يوم سب، كل يوم أعراض، كل يوم زعيق، قواضي، حبس، مش ايه ده؟ ايه الكم ده؟ ايه كم المشاكل اللي موجودة في نادي الزمالك؟ ايه كم الاسلوب اللي ظاهر للكرة المصرية بالشكل ده؟ الكرة المصرية للأسف بالشكل ده، يعني رغم ان هنا عندنا مشاكل كتيرة جدا، عندنا مشاكل كتيرة جدا من ناحية مستويات، من ناحية إدارة. احنا الشكل اللي احنا بنشوفه ده بيخلينا ننزل للقاع اكتر. اتمنى ان الموضوع ده خلاص يتقفل بقى. يعني الناس هتقعد تقول لك اصل ده بيلهي الناس. يا جماعة اصلا الموضوع ما بقاش خرج عن الموضوع ده، الموضوع خرج عن القصة دي تماما، الموضوع خرج بره الرياضة، بره اي شيء. انا مش يعني بصراحة لحد دلوقتي مش مستوعب كم الالفاظ اللي ظهرت في المؤتمر الصحفي ملهاش علاقة بكورة. انا ما شفتش كلام في كورة خالص. انا شفت ان تصفية حسابات مع وزير الشباب، برضو كابتن محمود الخطيب برضو يعني برضو في تطاول عليه، تطاول على رموز الزمالك، تطاول على رموز الدولة، تطاول على اتحاد الكورة. خلينا نتكلم، اتحاد الكورة عنده مشاكل، وزير الشباب عندنا مشاكل، في مشاكل كتيرة جدا، بس ما ينفعش التطاول. طب ما النادي الاهلي بيختلف مع اتحاد الكورة، النادي الاهلي بيختلف مع وزير الشباب في اوقات كتيرة. هل شفنا حد في إدارة النادي الأهلي طلع تعامل وعمل مؤتمر؟ ده كل يوم يومين مؤتمر، لا إما فيديو على اليوتيوب، لا إما مش عارف على الفيسبوك، حاجات غريبة. كفاية بقى، كفاية تطاول على كل الناس، مفيش حد سلم منه. أتمنى إن الموضوع ده خلاص يتقفل. حتى الأستاذ سليمان وهدان يعني راجل محترم ذو منصب، يعني ذو اسم، كان يعني من خلال متابعتي ان ليه اسم مرموق، اتمنع النهارده من دخول النادي بسبب ان هو اختلف معاه واتكلم عليه، قال ان هو مش عارف كلم وزير الشباب ان هو يبقى رئيس النادي ومنعه من دخول النادي، وان طلعه ان هو خاين. ايه ده؟ ايه ده بجد؟ مع احترامي حتى مجلس الاداره اللي قاعدين، على فكره الكلام اللي طلع كابتن خالد لطيف قاله، واللي امير قاله، واللي احمد قاله، كل الكلام ده في يعني متقال قبليها. انتوا هتطلعوا تقولوا ايه؟ يعني امير محسسني ان هو عارف، يعني عمل اللي ما اتعملش. احمد طبعا ما علينا يعني، ولا يوم انا همشي مع بابا، وانا ما بتاع دوت، انا مش هينفع اشتغل مع اي رئيس تاني. ما انت طب انت ازاي بتحب نادي الزمالك؟ ما اللي بيحب النادي بيشتغل مع اي حد. وان انا بقى ابتدت بمعناها يعني اي حد هيجي بعد بابا انا هطفشه، واحنا عندنا مشاكل. راحوا جايبين لك من سنه 2017 عشان يداروا على الاخفاقات وعلى الصفقات اللي موجوده والنتائج بتاعت نادي الزمالك والموسم الصفر والصفقات الفاشله ومشي المدربين وجاب المدربين، والمشاكل اللي موجوده من ناحيه تجديد طارق حامد وساسي وبن شرقي، مش عايز انسى حد. فكل ده مجرد غلوشه محسسين ان هم عملوا اللي ما اتعملوش. للاسف يعني بعض الناس اللي هي بتدافع عن مرتضى منصور، انتوا ضريتوا النادي،
نادي الزمالك مضرور بيه، نادي الزمالك داخل في ازمات، نادي الزمالك في مشاكل، نادي الزمالك على طول كل يوم قواضي، نادي الزمالك يعني تقريبا ما في، مرتضى منصور مش سايب حد. كم المشاكل اللي موجوده حوالين نادي الزمالك ما هو سبب واحد، شخص بيصفي حساباته وبيصفي حسابات شخصيه عن طريق اسم نادي الزمالك. ودايما نادي الزمالك هيقفل، نادي الزمالك هيقفل، نادي الزمالك بعد اسبوعين هيقفل ليه؟ معرض عربيات؟ عيب بجد. ده نادي كبير ولعب فيه اسماء كبيره جدا، وكابتن حسن شحاته، كابتن ايمن يونس، كابتن حماده امام، كابتن، يعني اسماء كبيره جدا مش عايز انسى. يعني ايه ده؟ ازاي يتقال على نادي الزمالك ان هو هيقفل والبلاط وهنكسر السيراميك؟ ايه ده؟ يبقى انت عمرك ما حبيت النادي ولا عمرك كنت زملكاوي. وهو معروف ان انت عمرك ما كنت زملكاوي، انت كنت عضو في النادي واتشطبت وبعد كده قمت رايح للزمالك، بقى بالنسبه لك واجهه تاني بتصفي حساباتك مع النادي الاهلي او مع الرموز النادي الاهلي، من ضمنهم رحمه الله عليه طبعا اللي ما تقدرش تتكلم عليه كابتن صالح سليم، تمام، ومؤخرا كابتن محمود الخطيب. تسويه حسابات. نادي الزمالك في ازمه، نادي الزمالك مشاكله موجوده، لان للاسف الناس كل اللي شغالين، حتى اللي موجودين في القناه وحتى اللي اعضاء مجلس الاداره، مجرد ان اي حاجه تتقال لهم يعملوا كده حاضر. النهارده قبل ما نتكلم في حاجه هتقولوا كذا حاضر، في القناه هتقولوا حاضر، في القناه هتقولوا كذا حاضر. كله بيمشي اموره. كل الناس اللي موجوده دي اللي هزازين الرؤوس ما بيحبوش النادي، دول شغالين لشخص مش شغالين لنادي، شغالين لشخص مش شغالين لنادي. واتمنى ان الجمهور الزمالك الواعي يشوف الموضوع ماشي ازاي. الموضوع عمره ما كان حب، اللي بيحب النادي بيشتغل ليه تحت اي ظرف، مش بيشتغل ليه لشخص. للاسف كل اللي موجودين في نادي الزمالك سواء اعضاء مجلس اداره او في القناه شغالين مش لنادي الزمالك، شغالين لمرتضى منصور. ده ملخص الكلام. انا بصراحه يعني في كلام كتير جدا اتقال في المؤتمر الصحفي، الواحد والله محرج ومكسوف ان هو يتكلم فيه. بتمنى ان الاجواء تهدى. لاحظوا كده لما ما كانش موجود كانت الامور هاديه، ما كانش فيه كم المشاكل، ما كانش فيه كم المؤتمرات، ما كانش فيه كم الاخفاقات اللي موجوده دي. حقيقي بجد نادي الزمالك اكبر من كده. مش عارف اقول ايه. يعني مؤتمر بصراحه، يعني انا بعتبره انه مؤتمر معمول لتصفيه الحسابات، مش للكلام على الكوره ولا الحديث عن الكوره ولا حديث حتى نادي الزمالك هيرجع ازاي، وتحدي لوزير الشباب، تحدي اتحاد الكوره، تحدي رموز الدوله. كفايه بقى بجد، كفايه بقى. شكلنا وحش جدا وبقت سمعتنا كل يوم بتبقى اسوأ. دايما الكره المصريه طول عمرها على مدار تاريخها سواء في اهلي او في زمالك، دايما الاسماء اللي كانت موجوده كانوا بيبقوا واجهه مشرفه. بشكركم على المتابعه يعني بعتذر على الاطاله، بس فعلا الواحد والله بجد حزين على الحاله اللي موجوده والمشاكل اللي موجوده. يعني ما بقناش نتكلم في كوره، بقناش فعلا نتكلم في كوره. يمكن الحاجه الوحيده اللي بنتكلم فيها كوره هو النادي الاهلي اللي بيشارك في بطوله افريقيا، نتمنى ليه التوفيق. بعد كده مفيش اي كوره بنتكلم فيها. بتمنى يعني خلاص بقى يبعد عن الساحه تماما بجد. كفايه بقى، كفايه. بشكركم على المتابعه، تحياتي ليكم، ابراهيم سعيد.